النهارده حلقة خفيفة ولكن فيها أخبار كتيرة جدا جدا النهارده هنتكلم عنها. وخلينا نبدأ مع حضرتك في اللذيذ منه وفي التقيل منه وفي الحاجات الحلوة منه. تمام. أول حاجة فيما يخص مسألة كوتيسا وتعاقد نادي الأهلي مع كوتيسا. خليني أجيب لك الحدوتة من الأول للآخر. كوتيسا ده بيلعب في نادي سيرفيت السويسري. نادي سيرفيت ده المدير الرياضي ليه وهو رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي. لما دخل النادي الأهلي في التعاقد والتفاوض مع اللاعب أبدى الموافقة في البداية. خدت الإدارة بتاعة النادي الأهلي الموافقة المبدئية للاعب علشان يكون موجود في النادي. بعد كده مضوا عقود اسمها عقود رغبة. عقود الرغبة دي مش قانونيا، يعني هي مش قانونية، ولكن هي بتتاخد كنوع من أنواع إن أنت اللاعب ده موافق بتاعك علشان نثبت إن اللاعب ده فعلا موافق اللي هو ينضم للنادي الأهلي. طيب شوف يا سيدي، الكام ساعة الأخيرة حصل فيهم كلام كتير جدا جدا، وتحديدا من بعد صفقة إعلان صفقة أشرف بن شرقي بالنادي الأهلي. اللي حصل كالآتي إيه؟ إنه مسؤولين داخل نادي الزمالك عملوا اتصالات بسويسرا وخاصة بنادي سيرفيت للكلام عن اللاعب كوتيسا اللي بيتكلم عليه النادي الأهلي. طيب قبل ما يتكلم نادي الزمالك كان العائق الوحيد بالنسبة للفرقة وبالنسبة للاعب هو فايلر، عدم موافقته. قبل لحظات من دلوقتي، قبل لحظات من الحلقة دي، فايلر كان وافق، ولكن العائق الوحيد اللي كان موجود قدام النادي الأهلي وهو المدير الفني. طيب اللي حصل ايه الجديد بقى؟ اللي حصل الجديد انه دخول نادي الزمالك في الموضوع ما عملش اي اضافات تعوق النادي الاهلي، ولكن بالعكس دخول نادي الزمالك في الصفقة خلى النادي الاهلي يتحرك بسرعة اكبر، خلى مسؤولين النادي الاهلي يتحركوا بسرعة اكبر، فالدنيا اتظبطت شوية. ولكن حتى الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي ده ما تمتش الصفقة بنسبة 100%. نادي الزمالك بنسبة 90% تراجع عن التفاوض مع كوتيسا. وده المهم ان كوتيسا بنسبة 80% موجود في النادي الاهلي، بنسبة 80%، عشان بس اجيب لك قصة كوتيسا من الاول للاخر. طيب كوتيسا المبلغ اللي هو طالبه يتخطى ال4 مليون دولار. النادي الاهلي نزلهم ل 2.5 مليون دولار. نادي الزمالك عرض في البداية 1.5 مليون دولار، وده كان عن طريق رجال أعمال متخصصين أو رجال أعمال يعني قريبين من مجلس إدارة نادي الزمالك. طيب خلينا نجيب لك برضو الناحية التانية. نادي الزمالك إيه اللي حصل في الفترة اللي فاتت؟ اللي حصل في الفترة اللي فاتت في نادي الزمالك رقم واحد، نادي الزمالك في صفقات أنجزها وصفقات بيفكر فيها. الصفقات اللي أنجزها وهو اللاعب أحمد حسام ومحمود جهاد لاعب فاركو. طيب ده فيما يخص نادي الزمالك. طيب عايز اكمل لك برضو، ازيدك من الشعر بيت. الكابتن احمد حسام ميدو، وخاصه النهارده بعد مباراه بيراميدز هيتم اعلان الكابتن احمد حسام ميدو ومجموعه كبيره جدا جدا موجوده داخل نادي الزمالك، هتكون موجوده باسم اللجنه الفنيه اللي مش هتيجي اي صفقه بعد كده في نادي الزمالك الا لما اللجنه دي تاخد رايها. فالنهارده بعد مباراه بيراميدز والزمالك هيتم الاعلان عن الكابتن احمد حسام ميدو على ان هو ضمن جهاز اللجنه الفنيه لنادي الزمالك، علشان اي صفقه هتبرم داخل نادي الزمالك الفتره اللي جايه الكابتن احمد حسام ميدو هيكون موجود داخل اللجنه ويتحدد فيها. مجلس اداره نادي الزمالك كان مخطط ان الكابتن احمد حسام ميدو هو اللي هيسافر لسويسرا ويبقى متحدث باسم نادي الزمالك هناك، ويكون هو اللي هيجيب الصفقه بتاعت كوتيسا، ولكن خلاص بنسبه كبيره نادي الزمالك صرف النظر عن الصفقه دي.